السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله اخواني واخواتي في كل مكان. في عندنا موضوع نتناول، وهو طبعا الأوضاع في المملكة العربية السعودية. حتى استغل وقتي، طبعا ما عندي وقت لأن يعني صلاة المغرب اقترب عندنا، ولهذا السبب حبيت أتكلم عن العيش التي نعيشها في المملكة العربية السعودية، أو الأوضاع التي نعيشها في المملكة العربية السعودية. إخواني، أنا أتكلم معكم، أنا أجنبي في المملكة العربية السعودية، لكن ولله الحمد عشت في المملكة العربية السعودية معزز ومكرم، ولا اعتدى علي شخص في المملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية هي تحفظ كل من حافظ عليها، تتحافظ على كل من حافظ عليها، وتحترم كل من احترمها. أما البلطجيين الذين يتكلمون يعني على الدولة ويتداخلون في شؤون الدولة، فهذا يستاهلون. أنا أتكلم معكم، يستاهلون والله العظيم. أنا إثيوبي، لكن يعني ما أنتقد الحكومة المملكة العربية السعودية. يا جماعة، الحكومة المملكة العربية السعودية حافظت على سجونها حوالي 1 سنة ونص أو 4 أو 7 شهور هكذا في السجن. ليس إنها ما تقدر تودي هذول الأشخاص إلى بلادهم، لا، هي قادرة وقادرة أن ترجع إلى بلادهم سالمين، لكن الحكومة ما تقبل منهم. ولهذا السبب واحد يا أخي يطلع ويتكلم عن المملكة العربية السعودية، والله العظيم أنا أقول تستاهلون. بالمناسبة، في شخص طلع في تيك توك أو فيديو يعني في بث تيك توك، وكان يقول: إذا أنت رجال لأمن السعودي أو يعني لحكومة المملكة العربية السعودية، يقول: إذا أنت رجال تعال امسكني، إذا أنت رجل، ويقول: إذا أنت رجل تعال امسكني وأنا ما أشرد منك، إذا أنا شردت منك يقول أنا البنت وأنت الرجل. وفعلا الحكومة المملكة العربية السعودية قادرة على هذا الشيء، وقادرة أكبر من هذا الشيء، ومسكتهم ويقول هذا غلطي وهذا مدري وهذا غلطي، يقول هكذا. يا إخواننا، نحن نقول لكم صراحة، نحن المخطئين، نحن كإثيوبيين نحن المخطئين في المملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية لديها نظام، ونحن يعني إذا بالقليل ما احترمنا نظامهم فما لنا يعني فم نتكلم على المملكة العربية السعودية. نحن من نلوم في هذا المجال يعني بالنسبة للرجعة إلى البلاد، أو بالنسبة في السجن أو التعذيب التي نعيشها مثلا يعني مثل الجوع كذا، فنحن ما نلوم المملكة العربية السعودية لأنها حافظت علينا، يعني على حسب قدرتها حافظت علينا، لولاهم كنا ميتين. الحكومة ما سألت عننا، ولهذا السبب إذا أنتم تتكلمون لأجلنا، وإذا أنتم تتكلمون باسمنا كإثيوبيين، لا تلوموا المملكة العربية السعودية. يعني واحد يطلع ويقول بأسباب هذا وبأسباب كذا وبأسباب كذا. المملكة العربية السعودية دولة مستقلة ولها سيادتها ولها من يحكمها، ولا تحتاج أن تأخذ أوامر من الخارج وتعذب الفقراء في دولتها. الدولة المملكة العربية السعودية هي دولة تحكمها بالقرآن والسنة. حبيتم هذا الشيء أو يعني أنتم ترضون بهذا الشيء أو تكرهون في مدار هذا الشيء. يا إخواننا، احترمونا رجاء. أنتم كإثيوبيين كمان احترمونا، وأنتم كأشخاص تتكلمون لأجلنا لازم تحترمون هذه الدولة. يعني ما تشوفون الخراب اللي يسوون الأشخاص باسمنا وباسم الإثيوبيين؟ من يروج في المملكة العربية السعودية؟ الإثيوبيون. نعم،
ما نكذب على بعض. لماذا ما نكذب على بعض حتى لو ما كان الكل؟ لكن ومن يروج الخمور في المملكة العربية السعودية هم الإثيوبيون. نحن نعرف هذا الشيء ما ننكر، لكن نحن المساكين بأسباب هذا الشيء فنحن أن نتعرض للخطر بأسباب هذا الشيء، بأسباب يعني بسبب ما يفعلون الأشخاص اللي لا لديهم دين ولا لديهم أخلاق ولا لديهم تربية، فنحن أن نتعرض للخطر. يعني إذا واحد مجهول يطلع ويتكلم ويقول يعني بالأمن السعودي إذا أنت رجل تعال، يعني ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم من هذا الكلام إننا معتدين على الدولة، نحن معتدين على المملكة العربية السعودية، هذا واضح جدا. لكننا نقول للجميع احترموا القواعد التي تعيش الدولة، احترموا القواعد التي تعيش الدولة. الدولة المملكة العربية السعودية ليست دولة أنتم يعني يوم حبيتم تمدحون ويوم حبيتم تستغلون ويوم حبيتم تتكلمون عليها. افهموا هذا الشيء، افهموا وركزوا على هذا الكلام اللي يقول. نحن المملكة العربية السعودية سواء عذبتنا سواء احترمتنا، فهذا أنا أقول لكم عشت في المملكة العربية السعودية، يعني أكبر أوقات عمري عشت في المملكة العربية السعودية، ما شفت منهم أي شيء. لماذا؟ لأني أحترمهم ويحترموني كبشر. إذا أنت بالمختصر تحترم شخص وتحترم هذا القواعد اللي يعيش عليها البشر، فالأشخاص يحترمونك. وإذا أنت مخالف للنظام ويسجنوك وتمشي إلى بلادك. وأما إنك تطلع ويتكلم في شؤون الدولة وهذا ومدري إيش، أقول لكم تستاهلون، والله العظيم نقول لكم تستاهلون. المملكة العربية السعودية نحن كإثيوبيين مخطئين. لماذا مخطئين؟ لأننا جينا في هذه الدولة بغير نظام، هذا خطأنا الأول. والثاني ما حد يعترف فينا نحن كإثيوبيين أو كسيادتنا أو كقيادتنا في إثيوبيا، ما حد يعترف فينا ويرجعنا إلى بلادنا، فهم يتحملون في السجن سنة سنتين ونحن نطلع ونتكلم نقول لهم تعالوا إذا أنتم رجل وحاسبونا. هذا هو نقول لكم هذا مو بس الجهل، هذا يعتبر إنك تنكر المعروف، إنكار المعروف اللي سوت لك المملكة العربية السعودية، حافظت عليك طال عمرك وقدمت لك الأشياء اللي ما حلمت فيها، وتعيش في الرفاهية تعيش كأنك في بلادك أو أحسن منها. أنا مثلا أعيش في هنا أتكلم بحريتي ومع هذا ألوم المملكة العربية السعودية. لماذا يا إخواننا؟ لماذا إذا نحن مثلا طلعنا ضعيف ما نقدر نقول؟ نحن نقول لحكومتنا رجاء ارحمونا، ورجاء الأشخاص اللي تتكلمون على المملكة العربية السعودية ارحموا هذا الشعب المسكين. أنتم الأشخاص اللي ما تستحيون، مثلا تعيشون في السجن ما عندكم مشكلة، تعيشون في أي مكان ما عندكم مشكلة أصلا، ما عندكم مشكلة. لكن أما نحن عندنا مشكلة. نحن طلعنا لأجل لقمة العيش، مو لكي نصب المملكة العربية السعودية أو لكي نغير نظام المملكة العربية السعودية أو نتكلم على كيف يمشون الدولة. نحن ما جينا حتى نتكلم عليهم، نحن جينا حتى نطلب أو حتى ندور على لقمة العيش. نحن جئنا في هذا المكان حتى نغير حياتنا، مو لأجل السياسة أو لأجل التكلم على الدولة. فلهذا السبب إذا واحد يجي ويتكلم ويقول أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، فنحن نقول لكم يا جماعة ارحموا كل الأشخاص المساكين اللي طول حياتهم ما يعرفون الكلام، هم يشتغلون. شوفوا النظام اللي طلع الحين، إذا المجهول من المواطنين المملكة العربية السعودية، إذا في واحد مجهول لقي عند واحد فهم يتحاسبون بغرامة 1 مليون والسجن 15 سنة. لأجل من؟ لأجلنا نحن. فهم يتحملون هذا الشيء كله لأجل من؟ لأجلنا. وأما أنتم تقولون وتطلعون لا لأجل كذا ولأجل فلان ولأجل دولة فلان هم يفعلون هذا يا رجاء يا جماعة
يا جماعة والله العظيم أنا ما أقدر أقول شيء، لكن أنا أشكر المملكة العربية السعودية على حفاظها علينا وعلى الحفاظ التي تعمل لأجلنا. يا جماعة ما حد تحمل أي شعب يعني في أي دول. المملكة العربية السعودية يعني كثير من الأشخاص اللي يعيشوا، من نحن نعيش يعني العيشة اللي ما عشنا في بلدان